مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفتي بالاستديو الإخصائية جيلان السيد، اختصاصية تغذية علاجية. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتورة. مساء الخير يا هلا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا اليوم، طبعا ضيفتنا هي إخصائية تغذية علاجية. بظن إنه أغلبيتكم رح يعني يهتموا بهالموضوع هذا، ونتيجة كتير من الأسئلة والدعوات اللي انطلبوا منا بما يخص هالحالة اليوم رح نناقشها. وطبعا سبق من فترة حكينا عنها، ولكن المستمعين ردوا اتصلوا معنا وطلبوا، وعلى طلب المستمعين نحن أكيد دائما نكون مسرورين لما بيأغنوا لقائنا بأسئلتهم واستفساراتهم وطلباتهم. طبعا هالبرنامج هذا بيخدمكم بالنهاية. اليوم رح نحكي كيف بيتم مثلا معالجة القولون العصبي من ناحية التغذية العلاجية، يعني ضمن إطار التغذية العلاجية. كتير من المحاور رح نناقشها مع ضيفتنا الدكتورة الإخصائية جيلان السيد. بالبداية، القولون العصبي بالنسبة لكم كإخصائيين تغذية علاجية شو هو؟ هلا القولون العصبي هي مو مجرد مشكلة أو مرض، يعني هو اضطراب هضمي مزمن، مرتبط يعني بكتير عوامل، إن كانت غذائية، نفسية، حتى لو توتر، البيئة الخارجية تماما. بتعمل لنا هاي المشكلة. يعني الموضوع شائع وبيأثر على حياة كتير عالم يعني. صح. بيجي وبسبب منشأ نفسي كمان وبيأثر على النفسية تماما نعم. بسبب أعراض مزعجة جدا يعني. أها. تماما. هلا إذا بدنا نحكي إنه شو هن الأعراض والغموضات اللازمة لكشف هالمرض هذا؟ هلا الأعراض هي مثلا ألم بطني، نفخة، إسهال، إمساك، وممكن الاثنين مع بعض. أها. أحيانا بيضرب حتى على الصدر، صح. فبيكون مزعج جدا يعني. هلا تعاملنا معه ما رح يكون بس على على الأدوية، لأنه ما دام ما غيرت نظامك الصحي أو نمط الحياة بشكل مناسب، أنت ما رح تستفاد حتى على الأدوية. صح. تماما. إذا التشخيص أو أها. الفحوصات هي ما في فحص عام أو فحص محدد نكشف فيه المرض، إنما التشخيص بيعتمد بشكل أساسي على الأعراض. تماما. المريض هو نفسه بيوضح تمام. الشكل الحالة والآلام اللي بتجي تماما. هلا نحن والشكوى. بنعتمد على الأعراض بس بعد ما نكون استبعدنا كذا حالة أو كذا مرض. مهم. أعراضه بتتشابه مع أعراض القولون العصبي، مثلا تماما. التهاب الأمعاء، ممكن. داء كرون، عدم تحمل اللاكتوز. هدول الأمور كلها بتسبب نفس الأعراض، فبدنا نستبعد هدول بعدين نقرر إذا هذا قولون عصبي أو لا. تماما. إذا هل التشخيص التفريقي، إذا صح التعبير، ما بعرف بالمصطلحات الطبية، أمم، إنه لما بتحددوا الحالة آه، بتكونوا شاكين بأكثر من حالة تانية بتكون تماما. مشابهة الأعراض يعني. تماما. فكل هالشي هذا عبر القصة المرضية عم تكتشفوه القصة وبتحددوه. المرضية، التاريخ العائلي تاريخ أو تماما، الوراثي أو موضوع الوراثة. العوامل البيئية، مهم. البيئة اللي هو عايش فيها، تماما. وهكذا يعني. مهم. هلا دكتورة، انه القولون العصبي حكينا، هلا كنا عم نحكي فيه انه اكثر الناس هلا بدهم يسالوا حالهم انا والدتي هيك او ابي هيك، وممكن يكونوا اولادي بنفس الحاله، يعني انه عامل الوراثي هو متهم بهالحاله هاي. هلا هو ما انه مرض وراثي بشكل بحت يعني، بس نعم. ممكن تكون العوامل الوراثية اجتماعا مع العوامل البيئية الغذائية النفسية تعمل لنا هاي المشكلة مثل ما حكينا. تماما. لانه بالبدايه حكيتي انه في امور هي اللي بتكون تمام، العوامل يعني ممكن المسببه. يكون مسبب ايه، بس انه صح. هو وراثي بحت لا. مهم. لأنه آبائنا وأمهاتنا عاشوا بحقبة زمنية اللي ربما ما كانت تكون فيها العوامل هاي كلها. تماما صح. يعني سواء حكيت موضوع البيئة والكذا والأمور اللي
هلا رح نفوت فيها ونتعمق فيها اكيد. فنحن هلا ممكن انه بالمستقبل الجاي يعني ممكن تكون الاعراض اشد يعني، تمام. لانه في امور واسباب وعوامل مسببه هي اشد ربما واكثر صح. يعني. فالله يعين الجيل الجاي طبعا نتمنى اولادنا واحفادنا نتمنى لهم السلامه. بنوجه تحيه لكل اللي عم يسمعونا ويشاهدونا، بيعتوا لنا سلامات حقيقه. هيك حابب ضمن سياق حديثنا أوجه رسالة لكل الأطباء اللي عم يشاهدونا دائما وعم بيبعتوا لنا سلامات ونحن بنفتخر فيهم. هن كفاءات هالبلد هذا، ودائما يعني بيحظى برنامجنا يعني بمشاهدة الأطباء زملائكم اللي بيبعتوا لنا سلامات. ونوجه تحية للدكتورة شورش أكيد، هي أكيد. بتبعت سلامات. يسعد سلامات. مساكم، يعطيكم العافية. والله الموضوع شيق، لأنه بظل هالظروف كلنا صاير عندنا قولون عصبي أكيد. تماما. هالملاحظة شكرا لك دكتورة. لكل اللي عم يسمعونا ويبعتوا لنا سلامات بنوجه لكم تحية، ونحن بنفتخر بمستمعينا اللي عم يشاهدونا. عم نحكي بسياق موضوع القولون العصبي من ناحية اخصائيين التغذية العلاجية. يا ترى هن شو عندهم معلومات، هن كيف بيتعاملوا مع العلاج، هن كيف يعني بيشخصوا، هن كيف يعني بيريحوا المريض مثلا، او بيحطوا المريض بالحالة المفروض انه يكون فيها. هلا انه مثلا نقدر نتجنب الاصابات حتى لو كانت في تاريخ عائلي بالمرض دكتورة. تماما. هلا مثل ما حكينا انه هو ما مرض وراثي، صح. بس ضمن العائله بيكون شائع المرض. ليش؟ لانه كل الافراد عايشين نفس البيئه، صح. فبصير عندهم نفس الاعراض. هلا اذا غيرنا مثل ما قلت نمط الحياه، نظام غذائي مناسب للشخص، بتقل كتير الاعراض يعني. ممكن تختفي. تماما. صح. هلا بموضوع العلاج لسه قد ما وصلنا له هلا، ولكن ال- اللي مصاب بهالحالة واللي معه هالحالة هاي ممكن انه يتعالج، مثلا يتشافى من هالحالة هاي هلا كلها. ما في علاج نهائي، اها. لهلا ما في علاج نهائي. اها. بس ما دام هو ماشي بنظام صحي مناسب لإله، ممكن كتير ما بقى يحس بالأعراض، يعني تختفي تماما. عنده. اذا بزوال الاسباب بتزول تماما. الحالة والاعراض هاي اكيد. الاخ اياس علي، اذا قرينا اسمه صح ما بعرف، بنوجه له تحية. دكتورة أنا مالي شبع، شقد ما عم آكل ما عم بشبع. قالوا لي إنه عم أحرق الأكل حرق. ما بعرف إذا قرينا الرسالة كما كتبتها. فبنوجه السؤال للدكتورة والأخصائيتنا. هلا ممكن يكون عنده معدل الأيض كتير عالي، معدل الاستقلاب، أو ممكن يكون عنده حركة كتير. ممكن. فإنه لازم نعرف تماما. بده دراسة، تماما. بده معرفة، بده أكثر من تماما. إنه أسئلة يعني. أها. إذا نحن دائما عبر برنامجنا هو توعوي، وبنحب إنه نوجه الملاحظات والمعلومات الصحيحة عبر ضيوفنا اللي بنستضيفهم. فنتمنى إنه إذا صار معك مجال أو حبيت إنه تزور المركز، ف فينا نفيدك يعني. أي حالة مرضية ما ممكن تتشخص عبر لقاء أو عبر هاتف، تماما. ولكن فينا نساعدكم إنه نوجهكم إنه ممكن زور طبيب، خاصة زور كذا. بمجال التغذية، يعني بدنا تماما. كتير أمور بده دراسة شريدية بحتة، يعني صح. لحتى نعرف صح. الأسباب. هلا حكينا ضمن تحت الهواء، حتى كنا عم نحكي إنه تمام. مثلا كيف من الممكن إنه الإنسان يغير من نمط حياته. تمام. هلا نحن ما بدنا نعقد الأمور كتير، يعني مهم. بدنا نحكي بثلاث نقاط هاي مهمة عنا. مهم. إنه نغير شوي بالأكل، نعم. ونغير العادات أو نعدل على العادات الغذائية اللي نحن عم نتبعها. وثالثا الرياضة أو الحركة، يعني إذا مو كل العالم فيها تعمل رياضة بشكل دوري، يعني فإنه على القليلة يكون في حركة، يكون في مشي. أول شي العادات، إنه أغلبنا بياكل بسرعة. صح. هالشي بيسبب لنا الغازات أو مهم. النفخة. مهم. ثانيا مثلا مثل ما حكينا إنه ما نقعد فترات طويلة بدون أكل، لأنه بس ضليت جوعان لفترة طويلة بدك ترجع تاكل وجبة كبيرة. وهالشي تعب لك، سبب لك اضطراب جهد على بالهضم. الجهاز الهضمي. تمام. ثالثا مثلا
ما نجي ناكل الأكل بحرارات مختلفة. يعني اها. مثلا أنا عم باكل أكل سخن، بيجي بشرب معه عصير بارد. اها. تمام. هذا الشيء غلط يعني. لأنه كمان بيسبب لنا نفخة، بيسبب لنا غازات جميل جدا. هلا في ناس خلينا هيك شوي يعني نفوت بأسئلة ربما تكون قد هي بتلامس المستمعين أكيد. أنه ذكرتي أنه الناس اللي عم يأكلوا بسرعة وموضوع المضغ، كذا طبيب يعني مضغ الطعام بشكل جيد تماما. حكوا لنا أنه نبهوا على هالموضوع هذا، أنه قد ما فيك هضمت يعني مضغة مضغت الأكل الأكل، فهالشي هذا بيريح بيريح الجهاز الهضمي، الجهاز صح. الهضمي كله. حابينك تركزي على الموضوع هذا. كيف يعني مثلا دكتورة اللي عنده مثلا كذا سن مثلا ما موجود، او اللي مم. يعني بياكل وجبات مثلا ما بتحتاج لمضغ، مثلا مثل شوربة العدس فرضا، تمام. او الشوربات اللي تكون خضار مثلا. هلا على هالموضوع هذا كيف هيك شوي حابين نوسع اكثر يعني موضوع المضغ هلا وتأثيراته. تماما. مم. هلا مثلا خاصة الخبز إذا ما مضغ بشكل جيد مثلا، الجهاز الهضمي أو المعدة بتاخد كتير وقت لحتى تفكك القمح البنية تبعته. والمكونات تبع الخبز. غير إذا كان مثلا الخبز محمص أو خبز، يعني بيصير أسهل بالهضم. اها. فالأكل إذا ما مضغ كويس كان بجزيئات كبيرة، فرح يصير صعب على الجهاز الهضمي، أو إنه رح ياخد وقت أطول لبين ما يتفكك هالشي. مهم. غير إذا كان جزيئات صغيرة وأنت ماضغ الأكل بشكل كويس، رح تخفف العبء على تماما. المعدة والأمعاء وهكذا. لهالشي هذا بنلاقي انه اللي عم ياكلوا المعجنات مثلا مثل الفطاير تماما وجملتها تماما. يعني بيضلوا يعني عم يعانوا من آلام بمعدتهم يعني. فهو صح. اذا هذا هو السبب تماما. يعني، لانه هو مشتق من القمح، يعني مادة القمح صح. هي طبعا ما بدنا نفوت بمواضيع اخرى لحتى ما تتشعب عنا الاسئله ولا هي. الاخ اياس ما انصح وزني 70 كيلو، ماني ناصح يعني، هو وزنه 70 كيلو بس 24 ساعة عم يتحرك. آه ما بعرف يعني هذا اللي كتبه، فالمكونات اللي كتبهم والكلام اللي كتبه عم نطرحه للدكتورة. هلا مثل ما قلنا انه لازم نعرف نمط حياته، ونعرف تماما، طبيعة شو طبيعة اكله، الحركة، طبيعة الحركة، حركة لنعرف وعملك. شو الغلط عنده. صح. لا دكتورة، بتلاقي سيدات المنازل يعني ربات المنزل بيقولوا انه والله نحن عم نتحرك، عم نجلي وعم نغسل وعم يعني نتحرك بالبيت. يا ترى هاي كمان بتندرج تحت انه حرق الطاقة او حركة؟ صح ها صح. ها. مع ذلك الحركة. بتلاقيهم يعني صحة او هلا كذا. ممكن اها. عم يتحركوا، بس عم يتبعوا عادات خاطئة غيرها. اها. بياكلوا شغلات ما لازم ياكلوها تماما، بكميات كمية كبيرة. من الموالح والمكسرات السكريات وإلى ذلك. تماما. والمعجنات، هدول هن كمان مم. لازم ياخذوا. اكيد رح نحكي عنهم هدول أي ضمن. حركة، أي حركة مهما اها. كانت خفيفة بتفيد الجسم. بتفيد الجسم. تماما. جميل جدا. ناهيك عن الرياضات اللي تكون منظمة بساعات معينة، اكيد هاي رح تكون من ضمن تماما. الحديث اللي رح تذكروه. مستمعينا للي عم يسمعونا اللي هلا جديد انضموا لنا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا الأخصائية جيلان السيد، أخصائية تغذية علاجية. عم نحكي اليوم عن كيفية أو تشخيص أو مشاكل القولون العصبي من ناحية أطباء أو أخصائيين التغذية العلاجية، كيف فينن يعني عم نحكي عن معلومات تفيدكم فيها إن شاء الله. للي جديد انضموا لنا عم نقول لهم مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. علاج القولون العصبي بالنسبة لكم. هلا مثل ما حكينا ما في علاج نهائي لهالمرض او لهالاضطراب لهلا. بس عندنا شيء تاني اسمه الفود ماب دايت. مهم. هاد ثبت فعاليته 75% بتخفيف الأعراض، مهم. عن طريق تقليل الأغذية اللي بتحوي مثلا اللي بتكون زيادة، بتعمل نفخة أو تخمر بتسبب هالأمور، نحن بنشيلها. مثل شو هن هلا الأغذية مثلا؟ تماما. هلا أول شيء بنحكي عن الحمية، شو هي يعني بالضبط. هلا ذكرتي مصطلح هو بيخصكم، الفود ماب. يا الفود ماب. ترى شو هو لنوضح للمستمعين؟ تمام. يلا. الفود ماب طبعا عم نقول حمية، حمية مو لمدى الحياة،
حمية هي بس عبارة عن 4 ل6 أسابيع، شو بنعمل فيها؟ بنشيل الأغذية اللي رح نحكي فيها بعدين تماما. اللي بتسبب النفخة، بنشيلهم على طرف مهم. لمدة 4 إلى 6 أسابيع. نعم. بيطبق المريض هالأمور. بعد ال6 أسابيع بنبلش هالأكل اللي شلناه بنفوته صنف صنف تدريجيا. تماما. تماما. بنشوف هو على أي صنف الضايق، هو بيسجل الأعراض تبعه. تمام. هلا كتير مرضى مثلا بيجوا بيقولوا لي انه انا مثلا الزهرة ما بتضايقني، الثاني بيقول انا الزهرة بتقتلني. آه. فلهيك هالسبب انه بدنا المريض يسجل اعراضه ونعرف بالاخير هو من ايش تضايق بالضبط، بيسجل هالشي. بالاخير بيصير عنده بدل الليستة الطويلة اللي بيكون ممنوع منها، صح. بنقلص هالامور، وبيصير عنده اطعمة معينة لازم يبتعد عنها وبيرتاح. تماما. إذا هي عملية مثل فرز، عملية فرز تمام تمام. للأطعمة اللي عم يتضايق منها، صح. أو الأطعمة اللي بتريحه أو بيكون مرتاح عليها. طيب هلا شرحتي لنا مصطلح الفود ماب للمستمعين. الفود ماب طبعا هو اه. الفود هو اختصار لأنواع سكريات اها. لازم تكون ملغية من النظام أو الحمية اللي نحن عم نعملها. مهم. فالأغذية هاي رح نحكي عنها هلا، شو هي اللي تماما. لازم نلغيها، ممكن ناخد بدالها بدائل يعني. تماما. طيب هلا المستمعين عم يسمعونا وعم يسألوا حدا من المستمعين، طيب شو هن الممنوع بالحمية؟ طيب هلا بدنا نمشي بالترتيب. تمام. الخضار مثلا، الخضار شو الممنوع؟ هو البصل، الثوم، الفلفل الحلوة، الزهرة، الذرة، الملفوف، اها. هالأمور كلها فينا نستبدلها طبعا بخيار، بندورة، خس، بس طبعا البندورة والخيار كمان بكميات قليلة. قليلة. تمام. الفواكه، في كتير فواكه بتسبب نفخة. يعني مثل. في كتير ناس ما بتعرف انه الفواكه بتسبب نفخة، اها. مثل التفاح. ايوه. التفاح أهم شيء، البطيخ، الدراق، الفواكه المجففة، المانجا، الإنجاز، دول فيهم كميات فركتوز عالية، كمية سكر عالية، ايوه. بتسبب النفخة. تمام. عنا العصائر الطبيعية كمان، العصائر كمان فيها كمية سكر عالية. مثلا ناخد بدل هالفواكه كيوي، عنب، الموز، بس الموز الأخضر أو المو مستوي، تماما. بس صار مستوي صار كمان في نسبة سكر عالية. صح. تمام. البقوليات معروفة بتعمل نفخة، الفاصوليا، البازيلا، حمص، العدس، البازلاء، الحمص، الفول. البرغل، طبعا هدول البرتقال. كلها أشياء مفيدة، بس اها. للأسف يعني في مرضى بيتضايقوا منها، فنحن رح نكتشف هو عم يتضايق من هدول الأمور ولا لا. تمام. تماما. إذا حابين ياخدوها بياخدوها بكمية قليلة. إذا بدي أحضرهم بدي أنقعهم بمي وأغسلهم كذا مرة يعني. تفرق يعني. تماما. اها. بتخف المواد الموجودة فيه جميل وبتسبب جدا. النفخة. اها. تماما. هذا حل للي بيعشقوا تمام. بس المواد، كمان ولكن كمان ما رح ياكلوها بكمية كبيرة. كميات كبيرة بكميات محدودة. تماما. حلو كتير. كل هالشي هذا عبر القصة المرضية عم تحددوه، تمام. يعني انه المريض هو يعني نفسه بيزت التشخيص على الطاولة، يعني صح. انه انا هذا حالتي وهاي المواد هذا اللي وجعي. عم تمام. طيب هلا مريض كولون واكل وتضايق، شو ممكن يعمل لحتى يرتاح؟ هذا زبدة الكلام كله يعني. هلا واحد المستمعين كانت يعني المشاهدين كمان كاتب الشيء هذا. يعني ما اتبع اللي حكينا وأكل وتضايق. حل سريع يعني إنه يتمشى شي ربع ساعة. تماما. ما يتسطح فورا بعد الأكل أو يتمدد يعني. يشرب كاسة مي دافية أو كاسة أعشاب اللي هي بابونج، كمون مثلا، زنجبيل. هدول الأمور بتساعد تماما. بتخفيف النفخة والغازات. طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار للي ما عندهم مثلا مرض ضغط، او اللي بياخذوا مثلا ادويه ممكن تتفاعل مع يعني لا ما تعمل لهم بتأثر، مشاكل. ما ما في هيك. بتأثر. باعتبار الزنجبيل يعني عم يقولوا انه عم يرفع الضغط
هلا للرغي هو معك. رح ياخدها بشكل اسعاف يعني اسعافي بمره واحده تماما، انه يعني. ايه ما تماما. رح يداوم عليها. تماما. هلا دكتورة، هلا حديثنا اليوم رح يعني ما لنا حابين نستغني عنك هيك. الله انه يسلمك. اليوم جدا مواضيع يعني هي نقاش جميل وبيخص جميع المستمعين. وهالمرض هذا صاير مرض العصر، تمام. وكثير من الناس بالاساس إن عم ياخذوا ادويه وباعمار صغيره يعني. للاسف بتلاقي كثير ناس اعمارهم صغيره عم ياخذوا ادويه مدى الحياه يعني. فبيتجنبوا دائما موضوع الأدوية إذا صار معه حالة القولون العصبي، والطبيب أضاف له أدوية أخرى، ممكن الأدوية هاي كمان تزيد وتفاقم الحالة النفسية عند المريض يعني. دائما نحن ببرنامجنا بنختم لقائنا بتوصيات ونصائح من عند الطبيب الضيف، أنه بما يخص مجال حلقتنا لليوم، لمستمعينا ومستمعاتنا، للي عم يعانوا من الحالة اللي عم نحكي عنها اليوم. يا ترى شو هن الأطعمة اللي مفروض مثلا تبتعدوا عنها، شو هن ممكن تاخذوها. بس ولكن قبل ما نختم، انه سؤال خطر على بالي ضمن سياق حديثكم، انه ذكرتوا طيب يا دكتور، هلا نحن بنروح لعند الاطباء بينصحونا انه كلوا فواكه بدون تحديد نوع من مم. الفواكه. وهلا الدكتورة ذكرتنا انه مثلا التفاح كذا بكمية كذا، والفاكهة الفلانية كذا. طيب هيك صار انحرموا كمان، او خلينا نقول انه ابتعدوا الى حد ما من بعض لا الفواكه لا، يعني. نحن يا ريت حكينا انه الحمية هاي مو مدى الحياة، انه مو اه مو مدى الحياة بدك تبتعد عن لفترة. التفاح لفترة معينة. مهم. مندخل التفاح، بعدها مندخل الانجاس، بعدها اها. مندخل، منشوف هو من ايش تضايق بالضبط، منسجله بالقائمة تبعنا، تماما. بالأغذية اللي لازم يبتعد عنها، أو تماما. ياكلها مثلا مرة بفترة معينة. تماما. حلو كتير. فما رح ينحرم من شيء يعني، تماما رح لفترة معينة تماما. هي فترة لترجيح. 4 أسابيع 6 أسابيع بده ينحرم من هالأمور مشان بالأخير يرتاح. ما بده تماما. يرتاح لازم. بعدين ندرج تمام. هاي كلها مدروسة طبعا طبعا. أكيد. طب نختم لقائنا بتوصيات من عندكم للأصحاء وللمرضى كمان. الأصحاء أو المرضى كمان مم. مثل ما قلت، أهم شيء المي، يشربوا مي بكمية منيحة. يبتعدوا عن القهوة الشاي، المواد اللي بتحوي الكافيين كمان بتسبب ألم بالقولون العصبي. آه، تدخين. الأكل المقلي، آه. آه. الأكل الدسم، مم. البهارات، هدول كلها مسببة. يتحركوا، مم. يتحركوا ما يضلوا قاعدين حتى إذا يعني. بالبيت كمان. تماما ايه. ويديروا بالهم على صحتهم آه. بس. ألف شكر لكم أخصائية جيلان السيد، الله أخصائية يسلمك، شكرا تغذية. لك. شكرا لكم. شكرا لك. معلومات حقيقة جدا قيمة وجميلة، وحضوركم جميل. شكرا لكم. شكرا لزملائي بالكنترول، وشكرا للي سمعونا وتابعونا وكانوا معنا طوال اللقاء. بنوجه لكم تحية وسلامات، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.